يا مساء السعادة، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى من كل قلبي تكونوا بخير. الرز بالخضار او تحديدا الرز بالبسلة والجزر، برغم ان فيه مكونات كتير بس سهل جدا وسريع، وهينفعنا في اجازة العيد الطويلة. تقدري تقدميه لوحده وتقدري تقدميه جنب اكلات كتيرة جدا. في حلة على النار هضيف معلقتين كبار سمنة وربع كوباية زيت، وهنزل بكوبايتين رز بسمتي مغسول ومتصفي، وهقلب الرز مع السمنة حوالي دقيقتين عشان يبقى مفلفل معايا ويديني لمعة حلوة. وهنزل بكوباية بسلة وجزر فريش بقى او طازة، انا كانت متخزنة عندي في الفريزر فاستخدمتها عادي جدا. ولو متاحة عندك فريش وطازة في الموسم بتاعها استخدميها برضو بنفس الطريقة، مفيش اي اختلاف. وهستمر في التقليب كمان حوالي دقيقتين لحد ما كل المكونات تتخلط مع بعضها وتتشمع تشميعة حلوة بالسمنة والزيت. على درجة حرارة وسط قلبي الرز على مهلك من دقيقتين لتلاتة علشان الرز يبقى مفلفل معاكي ويديكي لمعة حلوة. وهنا هضيف عود قرفة او رشة صغيرة جدا من القرفة المطحونة وورقة لورا. وبعدين اظبط الملح على طريقتك، انا استخدمت معلقة صغيرة ملح وربع معلقة صغيرة فلفل اسود. الفلفل الاسود بيدي طعم جميل جدا للرز حتى لو الرز سادة او الرز بالشعرية. واخيرا هقلب المكونات كلها مع بعض وانزل باربع اكواب مية سخنة مغلية او شوربة. لكل كوباية رز كوبايتين مية. وخلي بالك لو هتضيفي شوربة لو فيها ملح ما تضيفيش الملح الا في الاخر، يعني ما تضيفيش الملح وبعدين تضيفي الشوربة تلاقي الملح زيادة معاكي. ولكن لو هتضيفي مية اظبطي الملح بتاعك من الاول. ممكن تضيفي 3 اكواب ونص مية، وبعدين لو احتاج مية تزودي له، مفيش اي مشكلة، مش هيعجن معاكي ولا حاجة. وممكن يحتاج اكتر من 4 اكواب مية لان بتفرق من نوع رز للتاني، فكل ما تحسي انه محتاج مية زودي له مية سخنة وما تقلقيش تدريجيا كده، ربع كوباية بربع كوباية. هغطي على الرز واسيبه 10 دقايق على درجة حرارة وسط لحد ما يتشرب المية، ونشوف الخطوة اللي بعد كده. في بولة هضيف معلقتين كبار مية وعليهم نص معلقة صغيرة كركم، واضيفهم على وش الرز، وكمان معلقتين مية وعليهم نص معلقة صغيرة كاري، واقلبه مع المية واضيفه على وش الرز. ممكن تقلبي الكاري مع الكركم في نفس معلقتين المية، بس الكاري بيدي لون والكركم بيدي لون تاني مختلف خالص. انا عايزة الرز يبقى حباية وحباية كده فيه من كل الالوان. هغطي الرز زي ما هو كده من غير ما اقلبه واسيبه 5 دقايق على درجة حرارة هادية جدا لحد ما يستوي. وهنا الرز بقى جاهز معانا، هقلبه تقليبة خفيفة علشان الالوان كلها ما تدخلش في بعضها. انا عايزة فيه اللون الابيض والاصفر والشمسي طبعا مع البسلة والجزر. هشيل منه القرفة وورق اللورة واضيف الرز لاطباق التقديم. ما شاء الله الرز مفلفل وفيه لمعة جميلة كده والوانه متناسقة مع بعضها. زينيه بالطريقة المناسبة ليكي وقدميه بالهنا والشفا. وهنا نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة، اشوفكم على خير ان شاء الله.